هزيمة كبيرة جدا من المنتخب المغربي ده. هزيمة جديدة من المنتخب المغربي 2-1. باي منتخب مصر، مليون مبروك المنتخب المغربي. في حاجة غريبة جدا، كل ما افتح الفيسبوك الاقيه معلق نفس النتيجة دي بتتعاد كل شهر بان او كل اسبوع. والله ماني مصدق. حتى كاس عالم ليه يا شباب؟ حتى كاس عالم وناري ويلي 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 ومغاربة ربحوا. هنيئا للمنتخب المغربي اشبال الاطلس اقل من 17 عام، التاهل وتصدر المجموعه والتاهل لكاس العالم. المنتخب المغربي الاقل من 17 سنه كيفوز على مصر ب2-1 واخا كانت الصراحه مباراه صعبه. اشبال الاطلس داروها اليوم، كيتاهلوا لكاس العالم وكيتاهلوا لربع النهائي كاس افريقيا بعد ما كانت الطريق صعيبه. سي فوزيق جا كيهبط للتيران وكيهنى هاد الوليدات. المنتخب المغربي أقل من 17 سنة قائد المجموعة ب7 نقاط. يا مغاربة شكون هذا اللاعب؟ شكون هذا اللاعب اللي لعب في الفراعنة؟ شوف هاك الكنترول، شوف هاك الاسيست، شوف هاك الفينيش. شكون اللي لعبت اليوم البرسا ولا المغرب؟ نفسي اقول كسبت المغرب مش عارف. المهم درنا لباباهم السكاتة وتأهلنا رسميا لنهائيات كأس العالم. بيني وبينكم هذا الرباج هذا كيربجها ديال بصح صراحه عندنا لعاب في المستوى. رباج ما شاء الله عليك، ارحم عقولنا يا رجل، يعني ما شاء الله. ما بتعرف تمدح الكنترول ولا تمدح الاسيست ولا تمدح المهاره. المدير الفني لمنتخب مصر كان النهارده تقريبا بيلعب مباراه تانية، مش بيلعب مع المغرب، لان الراجل ده لو كان بيلعب مع المغرب وشاف اللي احنا شفناه هو اكيد ما كانش هيقول كده. طبعا انا اكيد يعني ظلمته طبعا، بنالتي 100%. يوم البيت سيطر على الشوط الثاني سيطرة تامة من جميع النواحي، فبقول الحمد لله. لا شيء. للأسف منتخبنا المصري يخسر أمام منتخب المغرب 2-1 في كأس أفريقيا للشباب تحت 17 سنة، البطولة اللي مقامة في المغرب. المغرب بتهزم مصر 2-1 وبتتأهل هي ومنتخب مصر لكأس العالم للناشئين في قطر. وزيدوا كاليفو كوب دي موند، زادوا كاليفو الكوب دي موند، غادي يلعبوا كوب دي موند. المهم تأهل المنتخب المغربي إيديسات إلى الربع النهائي بعد ما ربحوا مصر 2-1. يربحوا في ديسات عندهم اكاديميه هادو يربحوا. منتخب المغرب منتخب عنده مشروع ومنتخب عنده لعيبه مميزه وحرفيا مدير فني على اعلى مستوى، وحرفيا المغرب بتتطور بشكل خرافي وبتبعد عن اقرب المنافسين ليها. الشعب الثاني ساطعلانا تكلموا واحد شويه حتى يكون غلبونا بينا ويوليو في معرض فيه. اخواتي المغاربه انتوا عايزين مننا؟ بنحبكم والله العظيم واحنا زيكم. يخرب بيت حسام حسن على ابراهيم حسن الناموسه وبنسيون اللي مضايقه الناس كلها. في نقطتين جوهريتين لاحظتهم او خدت بالي منهم في الكره المغربيه. كنا ديال 17 عام والله يتواعي مزيان تاهلوا الاخوان لكاس العالم في قطر ان شاء الله غيلعبوا المونديال. المنتخب الوطني المغربي يتصدر المجموعه ب7 ديال النقاط، مقابله اللي كانت كبيره. تشوف الكاليتي اللي موجوده عند المغاربه وعند المنتخب المغربي، تحب تحس بلا ديفيرونس، تحس بالفوارق كبيره، تحس زياده في النضج التكتيكي. ما رايكم في ليو ميسي المغرب؟ ونار العذاب نفسي مع هذا الاوديسات. بصراحه شديده عايزين نقول ان المنتخب المصري قدم مباريات لا يستحق من خلالها انه يصعد للادوار الثانيه. المغرب يفوز على منتخب مصر 2-1. ايه يا مغرب انتوا ما لكوش غيرنا ولا يا عم؟ حل عن سيبونا في حالنا، الله يهديكم سيبونا في حالنا. في بالكم انه الافريقي يترشحوا 10 منتخبات كاس العالم ولا مركز 10 واللي يرجع عارف انه كاس العالم في قطر لا نهائي. مانيش مصدق والله. ان شاء الله عندنا ثقه في هذه الاشبال هذه، غادي يجيبوا لنا كاس افريقيا ان شاء الله، وغادي يجيبوا لنا حتى كاس العالم، لانه منتخب يعني واعر حقيقه. والمغرب الان راه اصبح يعني ماكينه انتاجيه ديال النجوم في كره القدم. خلاص والله احنا اسفين ليكم بس اللي بيحصل ده بصوا يعني يرضيكم كده 2-0 والله العظيم. يعني نعمل ايه طيب؟ وشوفوا معايا اللوحه الفنيه بابا على اسيست يا سلام. ابراهيم الرباج يتالق اليوم وكيقول الوهبي انا كاين وحاضر. تبارك الله ابراهيم الرباج والله يجي بزاف كونترول وسرعه البديهه غير عطى اسيست اللي واعره. صراحه الله الدري هذا كل نهار كيزيد يقنعني ان احسن لاعب دابا حاليا في المغرب.
وصعدوا رسميا لبطولة كأس العالم تحت ال17 عام. مليون مبروك للمغرب، فوز وانتصار. انا بقى مش عايز حد مصري بعد كده يطلع يقول المغرب سهل وهنفوز عليه بسهولة واحنا مش عارف ايه، وهجوم المغرب اي كلام ودفاع المغرب اي كلام. المغرب فاز علينا يا حبيبي. اللي ضربوا جوج عصافير بحجر واحده، حتى هو الربع النهائي كاس افريقيا وحتى كاس العالم 17 عام ديال عطاريه، دعم معنوي ونفسي. يأكد انه يعني بطل افريقيا للنسخه الماضيه عن جداره واستحقاق. اللعيبه مش عارف ليه بنخسر كده من المغرب على طول. دي عايزه دراسه، دي عايزه دراسه ان انت بتنزل خايف. اللعيبه خايفه فعلا. واللي تيقلب على الاداء يمشي يشد الطارو تما فين كاينه محطه الاداء. اما هاد افريقيا كتبغي هاد اللعبه هذا اش بغيتو؟ ما صافي الشوط الاول قريناهم الكره. والله العظيم باقي صغير اقل من 17 سنه ولكن عنده ما يقول، وان شاء الله غيكون عندنا واحد ميسي مغربي بمعنى الكلمه. الموهبه في الكره المغربيه. ابراهيم رباج صاحب ال17 سنه واسيست خيالي امام منتخب مصر، هدف من 3 لمسات عجبني جدا جدا. وعجبني ابراهيم رباج الموهبه القادمه بسرعه الصاروخ مغربي. ولا شو تمدح بالضبط، يعني ما شاء الله على هاي الموهبه القادمه للمغرب، ما شاء الله على هذا اللاعب. اتمنى انه فعلا يستمر مع المنتخب المغربي على طول. اتمنى انه شوفه بالفئات السنيه. اتمنى ان المنتخب المغربي بعد كاس العالم ياخذه بمباراه رسميه. يا جماعه الخير، هو احنا لو كسبنا المغرب هنعمل ايه؟ لا هو بجد والله، يعني واحد يقول لك احنا كسبنا المغرب الشوط الثاني وفشخنا المغرب الشوط الثاني، تبص على النتيجه تلاقينا خسرانين ومفضوحين ومتاخدين فوق دماغنا 2-1. ومنتخب مصر حرفيا في كل الفئات ما عادش بقى منافس لمنتخب المغرب، والمنتخب المغرب بقى في مكانه لوحده بعيدا عن القاره الافريقيه. المغرب بعد الفوز على منتخب مصر بيصل رصيدها ل7 نقط، منتخب مصر يتوقف رصيده عند 4 نقط ويتاهل للدور ربع النهائي في كاس افريقيا اللي المرشح الاول ليه هو المنتخب المغربي بكل تاكيد. منتخب المغرب على ارضه تحت انظار جماهيره بيتصدر مجموعته ب7 نقاط من تعادل امام تونس وفوز على منتخب اثيوبيا وفوز على منتخب مصر. منتخب المغرب مقدم دور اول اكتر من رائع، واشبال اسود الاطلس النهارده امام منتخب مصر بياكدوا احقيتهم بالوصول لكاس العالم والصعود لدور ال8 متصدرين مجموعتهم. مهم جدا. طبعا لازم تقول ان الاعمار اللي تحت ما بين المنتخبين بقى في تفوق مغربي واضح على منتخبنا في الاعمار اللي تحت. وطبعا ابرز انتصار هي الفضيحه في الاولمبياد، المنتخب المغربي كسب منتخب مصر ورزعه علقه جامده 6-0 واخذ الميداليه البرونزيه. لا ولا اعلامنا المصري قبل المباراه بيقول لك احنا فزنا على تونس اللي تعدت مع المغرب، احنا اقوى من المغرب وهنفوز على ارضهم ونعوض الهزيمه اللي فاتت. اهو موكوس على عينك وعلى سنك السخه. هنعمل ايه؟ بكل صراحه شفنا تصحيح الاخطاء ديال اللاعبين. جوج المقابلات اللي كانت مستوى ضعيف ديال المنتخب الوطني المغربي امام تونس ثم امام اثيوبيا، لكن امام مصر تصحات عدد من الاخطاء. دار المستقبل عندهم، المستقبل المغاربه عندهم كما حالتنا. هذا هو الحقيقه تقال زعما.